حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. النهاردة هنيجي نعمل وصفة كده اقتصادية، وهتكفي معاكم ان شاء الله، ترمي معاكم ان شاء الله، والاطفال بيحبوها قوي. هنحاول نعمل ناجتس الشركات بس بطريقة ست البيت المصرية. هنا معايا زي ما شفتوا كده كمية من البطاطس، قطعتها، شرطها، قطعتها وغسلتها وسلقتها كمان. الكمية دي هنحطها على كيلو الا ربع من الفيليه. انا معايا بانيه هفرمه، وهعمله ناجتس الشركات. هنا دلوقتي انا معايا ده فول صويا، ومعايا كيلو الا ربع بانيه. تمام. هنا فرمت ال ال الفول الصويا، هو مقدار نص كيلو. حطيت عليه بصلايه وفصين توم وقرن فلفل عشان يطعم لي الفول الصويا بتاعي. فرمتهم ونزلت عليهم كمان بالفراخ، فرمتهم. هنزل كمان معايا بالبطاطس. انا كنت عامله كمان رول لحمه، بس انا بصراحه ما صورتهوش معاكم. حطيت نشا وحطيت بيكنج باودر عشان تخليها هشام جوه. حطيت ملح وفلفل اسود وسبع بهارات وبهارات فراخ، والبهارات اللي انت تحبيها حطيها. وحطيت بابريكا. هنا بقى صينيه مدهونه، حطيت عليها الفراخ بتاعتنا، وفردتها زي ما احنا شايفين كده، كيس من تحت وكيس من فوق، وابتديت افردها زي ما احنا شايفين كده. هبتدي بقى ايه اسويها علشان خاطر تبقى متساويه كلها معايا مره واحده. لو عندك اللي هو العجله اللي هي بتاعه الفراده دي، تقدري تعملي بها زي ما احنا شايفين كده. انا عملتها بايديا، كانت حلوه وجميله اهي. هبتدي بقى اقسمها زي ما انا عايزه كده، الكيس من فوق، وانا بحدد بس التقطيع بس. يعني انا بحددها، هو الكيس انا حاطه كيس من فوق، وبحدد الفراخ بظهر السكين. تقدري تقطعيها صوابع، تقدري تقطعيها مكعبات، تقدري تقطعيها مربعات، زي ما تحبي قطعيها. بس زي ما انتوا شايفين كده انا قطعتها صوابع تخينه شويه. وحاولي او عريضه شويه، لكن حاولي انتي وانتي بتفرديها تفرديها على سمك رفيع، لان البيكنج باودر هيخليها تزيد معانا. دي الخطوه اللي حصلت معايا. فحاولي ان انت تخليها رقيقه جدا، يعني حاولي ان انت تخليها رقيقه الى حد ما تخليهاش تخينه، عشان خاطر البيكنج باودر بيزودها معانا كده. انا خلاص قطعتها. هبتدي بقى احطها في الفريزر قد ساعة او اتنين تشمع، عشان خاطر اقدر افرق اعملها معاكم. دلوقتي انا معايا زي معلقتين من الدقيق، هنزل عليهم ب يعني ايه، هفضل انزل بحبة لبن او مية لحد ما السمك بتاعها يبقى مظبوط. ونزلت كمان ببضاية. هنزل بالملح والفلفل الاسود. هي مش محتاجة بهارات اكتر من كده، بس تخليها سايلة عن كده شوية، يعني خليها سايلة عن كده شوية. زي ما احنا شايفين كده نزلت بالفلفل الاسود. وهنا كان معايا ده الخليط اللي انا هسقي بيه الفراخ بتاعتنا. وهنا كمان انا معايا ده الكريسبي اللي بيتباع عند العطار. هو انا يعني زي ما احنا شايفين كده، بس انا اخدته طحنته، وابتديت بقى احط الفراخ بتاعتي. حطيت الفراخ في الخليط بتاع البيض والدقيق، وبعدين نزلت حطيته في الكريسبي. معلش الحته دي ما اتصورتش لان التليفون فعلا فصل مني، وابتديت اصور بتليفون تاني، انا اسفه. لكن انا حبيت اجيب لكم الشكل النهائي للاكل بتاعنا. زي ما احنا شايفين كده عملنا مكرونه وبطاطس، وكمان قليت منه زي ما احنا شايفين كده. هو بصوا من جوه فراخ خالص، مش عجين زي اللي احنا بنجيبه من بره. اعملوه في البيت، طبعا الولاد بيحبوه. وهيرمي معاكم كتير طبعا. كيلو الا ربع رمى معايا كميه كبيره ما شاء الله. جربوا ان شاء الله يعجبكم وينول اعجابكم، وسامحوني على الحته اللي ما اتصورتش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.